تجيها الرسائل فتجي لازم تقعد ترد. خليتها تحفظ شكو ايتم مضخه واناره ودرج الى علاقه بالمسابح، قطه هي مال الدنيا بيه. باول سنه احنا حققنا تقريبا مبيعات بقيمه نص مليار. دائما لازم تقعد ويا ناس ينتقدوك يهزئونك كون فكره المشروع مالتك. اذا قدرت تدافع عن مشروعك يم هذولي انت خلاص راح تصير بطل. اذا ما قدرت مرحبا استاذ حيدر. مرحبا، اهلا وسهلا. شلونك عيني؟ حياك الله، الف هلا. انا اشكرك هواي على استضافتنا أهلاً في وسهلاً. محافظه البصره نورتونا. العظيمه. الله يخليك. ليش تطبيق مكفول؟ تطبيق مكفول جاب فتره وما كان اكو شيء له علاقه بالمسابح اصلا نازل بالسوق او بالسوشيال ميديا. اوكي، ففكره التطبيق كانت انه احنا نسوي شيء كلش غريب، او مثل ما يعني سولفنا قبل لا نبلش التسجيل. ايه خليني اسولف لك من الاساس شلون اجت فكره يلا. التطبيق. فكره التطبيق كنا قاعدين في يمي صديقي منتظر، فقلت له منتظر حسوي تطبيق. قال لي ليش؟ قلت له بس حتى يجي في يوم من الايام نسوي بودكاست ونسولف عن التطبيق. فهاي كانت فكره التطبيق الاساسيه. تطبيق مكفول هو اول تطبيق بالعراق يختص بمعدات المسابح. كلش غريب. ايه قطاع المسابح بالفتره الاخيره بلش ينشط، بس كان يشتغل بطريقه نمطيه، يعني طريقه تقليديه انه عادي تفتح محل ويجيك احد وخلص تبيع له يا ما تبيع له، يعني هيك شيء. احنا فتنا بالمجال، قلبنا هذا المجال راسا على عقب. بلشنا نصور محتوى على قطع ما شايف انت احد ثاني بالدنيا مصور عليها محتوى. يعني مثلا احنا تلقانا جايبين نفط مضخه كلش كبيره حاطينها ونسولف عليها، هاي المضخه بيها هيك بيها هيك بيها هيك وهذا. فكان الموضوع كله بالبدايه قيد التجربه. هاي قبل التطبيق؟ هاي قبل التطبيق. تمام. كنا نجرب، شباب جاي نبيع والموضوع غريب، احنا جاي نبيع. والوكاله اللي كنا نشتغل بيها هي كانت اغلى وكاله بالسوق مقارنه بالباقيات، ومع ذلك كنا نبيع. شو الموضوع؟ صار اكو فد شيء غريب يعني. اوكي خلينا نجرب نجيب قطع بعد اغلى. نعم. اوكي هم جاي تنباع. فالحمد لله باول سنه احنا حققنا تقريبا مبيعات بقيمه نص مليار بس من الاونلاين. هاي قبل لا نبلش بالتطبيق. يعني كنا نبيع على فيسبوك، على انستغرام، نجي نروج نحط نصور بالاستوديو ونمشي الامور. بلشنا نعاني من مشكله انه نستقبل هواي رسائل هواي اتصالات. فشنو كان الحل مالتها؟ كان الحل مالتها انه احنا يعني عفوا الشخص اللي يستلم الرسائل زوجتي لازم الصفحات زين. اوكي، تجيها الرسائل فتجي لازم تقعد ترد. خليتها تحفظ شكو ايتم مضخه واناره ودرج الى علاقه بالمسابح، قطه هي مال الدنيا بيه. اوكي اصلا خريج التحليلات، العفو التخدير. هاي لازم تسوي الهكات اذا ما اعرف التخصص راح اطلق. لا راح يبقى نفسه. اوكي يبقى نفسه. الفكره وين؟ بلشت تصرف هواي وقت يعني على انه ترد على زبائن وناس يسالون اشياء تاخذ وقت هواي بالاجابه. وممكن زبون يا يشتري يا ما يشتري. ففكره التطبيق عالجتنا هاي المشاكل كلها. اللي صار انه الزبون صار يجي قال افتح التطبيق، روح فلان قسم، راح تلقى هذا المنتج كامل، تفاصيله، سعره، صورته، طريقه الاستخدام مالته. وبذلك صرنا نوفر وقت، لانه الشخص اللي كان يشتغل على هذا المكان يرد على الناس ويسولف وياهم ويشرح لهم اللي هي زوجتي. لازم تضحكها. سؤال، اي شنو تعطيها راتب ولا لا؟ بقى انت جاي تلعب على اوتار كلش حساسه يا اخي. المفروض لا خطيه. تستلم راتب اي زين. وحافز يعني همين. اي على بس المبيعات ما نذكر الرقم، ما يصير نذكر الرقم. اوكي فمش الموضوع في التطبيق عالج هواي تفاصيل. يعني قلت الناس اللي تجي هي بس حتى تسال وحتى تسوي شات وتضيع وقتنا. صارت الناس مباشره تحول للتطبيق، يا يسوي اوردر بشكل مباشر يا هو اصلا ما يريد يشتري. والحمد لله حققنا بنجاح كلش كبير الى ان قبل لا تكمل. اوكي احنا اول شيء التطبيق من يبدي دائما اغلب اصحاب التطبيقات يخافون. انت قبل لا تبدي التطبيق كان عندك خوف سواء تطبيق ينجح شلون اديره صراحه شنو؟ يعني وما كان عندنا خوف. ليش؟ لان احنا كان الموضوع
كله هو لغرض التجربه، اريد اشوف شنو يصير، او لغرض البودكاست. او لغرض البودكاست حتى يجي الاستاذ هيمن من اربيل يجينا انا نسوي بودكاست نسولف عليه. فكانت الفكره انه لازم نسوي، احنا نحب نسوي دائما اول شيء بالعراق، اول شيء مثلا بالمنطقه الجنوبيه. ففكره المحتوى على المسابح هو احنا كنا اول شيء بالعراق، اول شيء بالعراق كانت فكره التطبيق همين كانت اول شيء بالعراق. واحنا نتونس بهذا الشيء بعيدا عن المكسب المادي اللي جاي نحققه. فاحنا فكره اول شيء كلش نهتم بيها، لاني احس انه هي راح تظل مسجله بعد 20 سنه 50 سنه يجي احد يقول باسمك مسجل باسمي مالتي خلاص انا مال واحد. حلو. يعني انت دخلت التطبيق ما خايف، حبيت تعيش التجربه ما خايفين وتشوف اذا ممكن تستفاد منه او لا. صح. بس بشكل او باخر عالم التطبيقات يحتاج كوم فلوس حتى ينجح. يعني يحتاج انه انت تكون عندك ميزانيه مفتوحه على التطبيق لحتى يوصل مرحله ويصير ينافس التطبيقات الكبيره. فانت تبقى ممكن راح تشتغل لفتره وبراها ترجع تطفى، وهاي الطفيه يحتاج لها هواي فلوس حتى ترجع تشغل التطبيق وتديره. او ممكن خلاص تحس ان التطبيق صار هو فتره انت اشتغلت بيه طلعت من عنده فلوس وسويت شيء لاول مره بالعراق وهاي عوفه تركه. انا جبالي شغله، التطبيق مالكم احنا عاده اي واحد من تقول له تطبيق يقول كم داونلود عندك، كم عدد مستخدمين الشهريين وهذا. التطبيق مالكم مو مال واحد اي واحد ينزله يعني مثلا صح. او يستمتع به مثلا ما يونس. اي يعني مال تجار مثلا او مال واحد يريد يسوي مسبح صح. او صح. حسب الاختصاص. تعتقد هذا ياثر على نمو التطبيق مثلا لو التطبيق يمكن نجح لان ما كان اكو منافس؟ هو كلش ياثر على نمو التطبيق، بس بنفس الوقت الاشياء اللي تقيس بيها مدى نجاح تطبيق مكفول هي مو نفسها اللي تقيسها وهي نجاح تطبيق مال طلبات اكل مثلا. تطبيق تطلب من مطعم اكيد. الفئه اللي جاي نسولف عليها هي فئه فوق المتوسطه. الفئه اللي عندها فيلا بالبيت مثلا، وهاي الفئه كلش قليله. تخيل انت جاي تسولف على فئه قليله ونبغى اصلا تجي من هاي الفئه القليله تطلع الجزء اللي هم راح يفتحون وينزلون التطبيق مالتك، واذا يشترون او لا. اذا يشترون او لا. واصلا بالعاده هذول فهم تتعامل وياهم، فممكن مو هو يرد عليك، خدام مالته عادي هي وصيه تنزل التطبيق فيجوز اليوزري عند 3 ارباع خدامات يعني. فهاي الفكره. لذلك بس يعني احس يعني مخاطره كانت هاي. معيار النجاح مال التطبيق مكفول هي مو نفس معيار نجاح مال اي تطبيق ثاني. احنا سوينا تطبيق لاول مره بالعراق ينزل، ساعدنا بشغلنا. يعني احنا كانت عندنا فكره انه التطبيق حتى لو ما سوانا مبيعات بس هو راح يساعدني بالشغل، حتى انا ما اتعب اشرح للزبون، لان موضوع الشرح للزبون بالنسبه لجماعه المبيعات هو اتعس شيء بالكوكب. يعني تخيل انت تستقبل باليوم الواحد ما يقارب 100 اتصال من غير عدد الرسائل اللي لا محدود، وهذول كل واحد من عندهم يريد تشرح له على كل برغي بداخل المضخه، ويسالك البرغي يا لون وش قد الحجم مالته وشنو التفاصيل مالته. صعب. فالموضوع صعب ويحتاج لجيش من الموظفين ويا هامش الربح بهذا المجال. فاستحاله تقدر تغطي ستاف كبير ويقعد يريد وكول سنتر وهيك شيء. فتعين زوجتك وتسوي تطبيق. أنا من خلال كلامك عن تطبيق وعن مكفول طلعت لي شغله، فكره جديده خلينا نقول، بانه التطبيق مو شرط انت تربح منه، وانما يساعدك حتى تبيع وتربح وقت وجهد. صح. يعني انت تقول اكو موظفين يخابرون ينطون المعلومات الدقيقه وهاي المواضيع، بس انت من سويت تطبيق التطبيق ساعد بانه ما تحتاج موظفين اكثر مثلا. صح. هاي شغله انا يعني ايش قد سويت مقابلات وعندي ريفيو على هوايه تطبيقات. هاي واحده من الافكار الحلوه من التطبيق. التطبيق يعني مو شرط تربح منه، مو شرط لا تربح، يساعدك بالربح. لان اغلب التطبيقات مثلا موجوده او اللي عنده تطبيق يفكر شلون يربح من التطبيق. منو قال التطبيق شيء مربح؟ يعني باول فتره يعني كشاب من النقاط كشاب انت توك مسوي تطبيق. يعني انا ما اتخيل ان انت جاي تسوي لك تطبيق وعندك قلب تصرف على التطبيق 500 600 مليون يعني. فهاي الفلوس اللي تنصرف على التطبيقات يلا تصير تطبيقات ناجحه، وممكن باول سنتين 3 4 5 التطبيق ما يجيب ارباح، ممكن يطلع تعادل يعني بين المصاريف والايرادات مالته. يا دوب يسدن وراها يلا. يعني تشوف انه اغلبيه التطبيقات الكبيره اللي نزلت هي نزلت بميزانيه تعادل ميزانيه محافظه كامله، صرفوها على ماركتينج
يلا بذيك الساعه هم جمعوا يوزريه وصاروا فد شيء اعتيادي، يعني صارت الناس تقبلته كجزء من روتين يومهم، يعني انه اريد اروح فلان مكان لازم اختار التطبيق الفلاني. صح وفجاه صارت الناس انقسمت جيشين، جيش تتبع التطبيق الفلان وجيش التطبيق الفلان. صح. وهذا يعني تحس حتى مظهر الزبون اللي يستخدم تطبيق يختلف عن مظهر هذا صح التطبيق. اكو مرات تحس صح. فاحنا دوم نقعد نسولف، ما ادري الموضوع يمكن بس عندنا، بس احنا نحسه هيك او هواي ناس يحسونه هيك. فتقسموا، بس هذول يمتى وصلوا هيك؟ هذول هم اصلا طالعين من شركات عملاقه، هم حصلوا دونريه زينين مشوا امور التطبيق. بس لا، اذا كان تطبيق مو نمطي، مو تطبيق مال مبيعات، يعني مثلا تطبيقنا اللي احنا مسوينه هو صح الاول بالعراق وفكرته كلش غريبه من ناحيه المنتجات، بس هو من تجي من ناحيه المفهوم هو تطبيق مبيعات، هو متجر الكتروني فعلا. فاحنا يعني مو هو التطبيق اللي راح يغير الدنيا او راح يسوي ثوره بمجال معين صح صراحه. يحتاج يطلع شاب فكره تطبيق تحل مشكله حقيقيه، مشكله ما لها حل كان ثاني. يعني مثلا بالفتره السابقه، خلينا نعوف التطبيق اللي جاي نسولف عليه. اوكي. بالفتره السابقه كانت العوائل اللي بجنوب العراق، خلي اسولف باعتبار انا من هاي البيئه المحافظه العشائريه الدينيه الى اخره، احنا كلش قلقين لما اختي او زوجتي او والدتي تريد تطلع تروح المكان وتريد تأجر تاكسي. اوكي، فجأة يجي تطبيق حل هاي الازمه كلها. صار يجيك بالتاكسي خوش انسان ومضبط وضعيتك، وتبقى تتبع عائلتك مثلا راحت وصلت او تاخر او وقف بالطريق، واذا صارت مشكله ويا التاكسي تشتكي واكو احد يشكيك ويعالج لك الازمه كلها بدون ما يكبر الموضوع. فهذا التطبيق اعتبره سوى ثوره، ارتاحت ناس عوائل قدم فد خدمه كلش عملاقه لهم. انا جاي احكي على مجتمعي، ممكن صح. مجتمعات ثانيه الاثر اللي سواه هذا التطبيق اقل، جاي احكي على مجتمعي، على البيئه اللي انا طالع منها. صحيح. هذا التطبيق عالج، سوى نقله نوعيه. فيا اما انه اللي يجي يريد يسوي تطبيق هو راح يسوي صدق ثوره باي مجال، راح يحل مشكله كبيره، يا انه ما له داعي. كافي تطبيقات مبيعات، كافي تطبيقات لها علاقه بالاكل، يعني خلص خلينا نشوف فد شيء نحل بيه ازمه صدقيه بالمجتمع فعلا. خلينا نسوي فد شيء جديد. زين، حضرتك كبزنس مان خلينا نقول وعندك تطبيق، ايش قد يلعب دور الماركتينج هنا؟ 10 زليار بالمية الماركتينج. اي شغل بالدنيا حتى لو كنت تسوي احسن شيء بالدنيا بدون ماركتينج فانت ما حد راح يشوفك، ما حد راح يعرفك. بصراحه ازمه الماركتينج بالعراق هي صدق ازمه حقيقيه. يعني انا مثلا من بلشت طبعا انتقلت عده مراحل، يلا ما وصلت شركه بعد، جربت هواي. اكو عندنا فد 5 بليون ماركتينج ايجنسي موجوده بالعراق. نعم. ومو كلهم راح يساعدونك. هاي جاي اسولف، يعني ممكن ورا فتره راح يسمعني شاب تو مفكر او بادي مشروع ومحتار وجاي يشوف اعلانات مال وكالات تسويق وهيك شيء. اول ما التقيت بالوكاله هنا انا تواصلت وياهم، يعني اجيت فذكر قاعد فيها استاذ منتظر، قلت له مشروعي 1 2 3، قال لي ما تحتاجني. قلت شنو ما احتاجكم؟ قال لي عندك تليفون، شنو تليفونك؟ قلت له 13 ايفون. قال لي صور وانشر، المن جايني. ماكو انا اليوم قاعد ويا ماركتنج ايجنسي جاي حتى نطي فلوس كوم فلوس حتى يشتغل لي. يقول لي ما تحتاج تطلع برا، روح يعني انت روح صور واحنا موجودين هنا اذا احتاجتنا مثلا نسوي لك نصيحه او شيء. صدق بعت الموضوع ظليت انا اصور. كبرت وصلت لمرحله انه احتاجيه احد يكتب نص، احتاجيه استوديو زين حتى انقل بيه السلعه واصور المنتج، لان المنتج كلش غالي. فبيجي ساعه من وصلت قال لي اوكي هسه تمام. هذا الشيء ما جاي يصير هواي. اللي جاي يصير يجي الشاب فاتح له مشروع، فاتح له تطبيق، يروح يشيل كوم فلوس ينطيها الماركتينج ايجنسي، تكتشف انه الماركتينج ايجنسي ما فاهمه الشغل اللي انت جاي تسويه ومو يمك، فما يعرفون اي شيء. صح. فراح يبدون بس ياخذون من عندك فلوس يشلعون قلبك وما راح تشوف اي نتائج. بس الماركتينج اهم شيء بالبزنس، ما حد راح يشوفك، ما حد راح يعرفك. اثنين بفرعكم ما يعرفوك، يعني اذا ما مشتغل ماركتينج صحيح،
وراح يظل مشروعك نفس ما هو. طيب بالنسبه للتطبيقات، انا مرات اشوف تطبيقات، طبعا التطبيقات اول ما تفتحها تشوف الداونلود ايش قد. صح. اكو تطبيقات افكارها بسيطه اي بس تشوف نسبه الداونلود فيه فظيع. اتصور هاي ماركتينج. مثل تطبيقات بيع قطع. حسيت تسولف انا لي ما اريد اجيب احنا طاري كلش اسمها هاي. نبشنا بالموضوع وطلعنا تفاصيله كلها. بس سولف لي هسه مثلا. يعني ما اريد صراحه اجيب اسماء، بس اكو تطبيقات افكار هي موجوده بالساحه، بس تشوف هذا نزل ورا سنه وطلع راح ما اعرف يعني يذبل بالهند. لا مثل قبل يقول لك ذبل اليوتيوب مالك بالهند ويجي لك صدق يجيب لك مشاهدات. اي يعني جاي نتابع هواي، اي جاي نشوف التطبيقات اللي لها علاقه اي شيء. او يشترون يوزرز. ما اعرف، ما فايت هالقد بهذا المجال، بس اللي جاي اشوفه التطبيقات اللي لها علاقه بشغلات النسوان. نسولف واقعا اوكي ينفجرن اي بسرعه لان يقدم الخدمات زينه أي. مثلا. ونسوان صرفا، احنا ما نصرف، كلش ما نصرف. صح صحيح. يشترون هواي، يستهلكن هواي، يشترون هواي ملابس، يشترون عطور، هذه المستحضرات على طول يستهلكن. فتشوف شكو شيء له علاقه بالنسوان ينفجر. فعلا. نفتح كوزمتيك. ليش مو الاثر هو اللي يكون مهم بالتطبيقات؟ يعني ليش مثلا ما نفكر دائما انه نسوي لنا تطبيق يسوي اثر زين بالمجتمع، وانا متاكد بشكل تلقائي هذا التطبيق راح يصير زين وراح ينفجر وراح يجيب فلوس. ليش الفكره دائما نفكر انه نسوي تطبيقات ونجيب فيك يوزر ونحطهم بداخل التطبيق ونستخدم طرق مو حلوه حتى نعلن عن التطبيق، وبالنهايه كله يفشل. بالبدايه تعب نفسك، سوي لك شيء بأثر، شيء يقدم خدمه للناس، صح. وبنفس الوقت يدخل لك ربح. قد يكون الربح بسيط بالبدايه بس ممكن ورا ما يصعد التطبيق. هاي النقطه كلش مهمه، يعني لازم الناس تركز عليها. وارجع واذكر الشيء اللي سولفناه بالبدايه، قلت لك اجى تطبيق سوى حاله امان بالمجتمع. بعد ما كانت الناس عندها قلق لما عوائلها تروح للدوام للبيت للسوق، اجى هذا خلاص باي باي هاي الازمه القديمه وهسه الامور كلها طيبه. صح. فليش ما عندنا الف يفكرون بهذا الشكل؟ طيب قلت لي عمره ايش قد مكفول؟ عمره ايش قد؟ مكفول بلش من نهايه ال 24 فايتين على ال 25 واشتغلنا بال 25 طلعنا فلوسه. اي فوصلنا ل 26 ما عبرنا يعني ل 26. زين. قبل لا نعبر على 26 مم. اكو مرحله من مراحل مكفول مم. مثلا او وقت من اوقات مكفول أي. قلت كافي ضجت منه خله بطل، وبعدين قلت لا خليه ابقى؟ تصير يعني عادي. احنا يوميا مثلا نقعد نسولف شنو جاي يصير، شنو سوينا، فتسولف هيك تسولف هيك. بس عادي يوم ثاني تفتح تلقى لك فد اوردرين ثلاثه اثقال ترجع النشوه مالتك وتمشي الموضوع. وتقول يعني استمر. احب الرقم هذا اللي يطلع جوا يعني وتقول استمر. او مثلا من تشيك جماعه المبيعات تقول لهم مثلا شنو اللي جاي يصير وياكم، يقول لك التطبيق جاي يساعدنا. فهنا تقول اوكي التطبيق زين ماشي وجاي يساعدني وجاي يختصر تعب على ربعي اللي جاي يشتغلون وياي، فالموضوع زين يعني. كبزنس انت عندك بزنس قبل تطبيق، صح. من صار عندك تطبيق حسيت البزنس مالك لبس قاط ورباط وترتب لو ما له علاقه؟ من تقعد ويا واحد تحكي او وكيل او شيء؟ لبس قاط ورباط بس. يعني هواي فتره بقطع انا مو مهم تلبس قاط ورباط صراحه. يعني مو دائما القاط ورباط هن الشغلات اللي راح يدخل لك فلوس زينه. يعني راح يعني ما تلتهي. تاثر الوكيل، ما تاثر من تدخل له تقول انا شركه فلانيه وعندي تطبيق، ما ياثر؟ بالنهايه راح يشيكون على ايش قد مبيعات انت جاي تسوي بالشهر، ايش قد سحوباتك من ما الوكالات. له علاقه التطبيق. التطبيق ما له علاقه. يعني انت بالحقيقه انت التطبيق نعرف من خلالك، مو انت نعرفت من خلال التطبيق. اكيد انت اللي سويت التطبيق وتقدر تسوي 20 مليون شغله ثانيه غيره. سويت التطبيق راح سنه كامله اشتغلت به خلاص اقدر اسوي السنه اللي وراها. هو بالفعل فتنا على 26 يعني قعدنا خلاص اخذنا. احنا سوينا هواي مبيعات الفتره اللي فاتت كلش هواي ارقام زينه مقارنه بشركه مبلشه ب 23. فاحنا اجينا عادي الابطال الفطاحله مالت بغداد صرنا ندقهم بالمبيعات. شلون ما ادري، لا تسالني شلون. هاي ارجع واقول لك شلون. رزق رزق هي رزق رزق توفيق. الحمد لله. الحمد لله. بحيث انعرفنا ببغداد، انعرفنا بالشمال، كنت ابيع الاربيل، ابيع الانبار، ابيع الدياله،
بيع بتل عفار، بيع بالناصريه، بالعماره، كل شيء غريب جاي يصير يعني. بلشت الاوضاع مالت البلد شوي شوي تدخل شغلات، صارت سالفه الجمرك، صارت ما اعرف ايش، وصلنا مرحله صار هامش الربح كلش قليل. صار الموضوع ما يستحق انه احنا نجي ونبيع نفس قبل. يعني عندك مخازن، عندك ايجارات، عندك ماركتينج، عندك تصوير، عندك ترويج. احنا جاي نسولف صحيح بطريقه شعبويه، بس احنا ذا الشغلات كلها نسويها، اي اكيد ميزانيه عندها شهريه، وحاطي رواتب الموظفين، واطلع ترق الى اخره، سلعه تجيك بها تلف. فهذين التفاصيل كلهن وصلنا مرحله ماكو ارباح، والسبب مو من عندنا، احنا جاي نبيع نفس المبيعات القديمه، بس السلعه بلشت تصعد، والمصاريف ازدادت. المصاريف نفس المصاريف، الايجار نفسه، الرواتب نفسها مالت الشباب نفسها، بس السلعه بلشت تصعد. فانت وصلت مرحله يا اما تكمل وتاذي نفسك وتحاول انه تسوي اكس 3 المبيعات، يلا ترجع للحاله الاولى اللي انت كنت بيها اكس 1 وكانت الامور كلها زين، لازم نسوي فيه 3. فقررت انه نوقف السيلز مالت البرودكت اللي خاصه بالمسابح. روحنا قلنا احنا كل شيء نقدر نبيع، احنا بعنا منتجات غاليه وغريبه، وخلينا ناس مو يم الموضوع تشتريهن اصلا. على السريع ايش قد سعر المنتجات الموجود بالتطبيق؟ يعني اغلى منتج موجود عندي بالتطبيق تقريبا سعره 20 مليون 22 مليون، تقدرون تشوفونه يعني، اللي هو جهاز مال تسخين وتبريد ماي مال مسبح. هذا يحتاج ليوزر كلش كبير. يوزر كبير هذا لازم. اوكي كمل. اوكي. فقلنا احنا كل شيء نقدر نبيع، شباب تعالوا خلينا نقعد، احنا بعنا هذني الشغلات بفتره كلش صعبه، بفتره بيها منافسين، بيها سوق صيني، بيها سوق تايواني، بيها شغلات جاي تصنع هنا، وش نبيع؟ فليش ما نبيع شيء اغلى يسوى؟ اوكي شو نبيع؟ قلنا عقار. اوكي خلينا نحاول نبيع عقار. تركنا مكاننا القديم، سدينا المخازن، حولنا اجرنا مكان كبير. يلا شباب احنا هسه طلعنا فرع جديد سميناه تالي العقاريه. هاي شو شغلها؟ الشغل القديم بقى، بس بقينا بس تنفيذ، ناخذ المسابح والمزارع وهذا الشاليهات، بس باعتبار هذا الدرب سحقناه هواي، فمشى صار ما يتطلب تواجد من حيدر مثل ب 23. حيدر تكرم بالسيفتي وعادي ويا العمال، ساعه يلبخ ساعه يدق سيرامي، كل شيء يسوي. مشت الامور، صار اكو فورمن يدير الشغل، صار يجي الزبون يقعد، يجوز انا اخر شيء بس بالتسعيره اشيك ويا الشباب الموجودين، شباب بس مثلا وحده اثنين ثلاثه، هاي نعدلها هاي نسويها ونمشي ونوقع ويا الزبون تمشي الامور. اوكي اذا عندنا مساحه، عندنا وقت نطلع بعد فلوس. سوينا شيء اسمه تالي العقاريه. تال الاسم عربي فصيح، اي بصراوي، معنى الاسم هو لب النخيل. اوكي يعني احنا شوي عنصريين تجاه البصره، اسف استاذ. لا حقكم ما شاء الله مدينتكم متخبط. الله يسلمك. فسوينا تال العقاريه. تال الفكره مالتها احنا ما راح ناخذ شيء من الناس. انت تجي اليوم مثلا تريد تشتري بيت زين مجمع سكني، احنا راح نختصر عليك الدوخه مالت 6000 مركز مبيعات مال مجمع سكني، ويدوخونك ويشلعون قلبك، كل واحد راح يسولف الاحسن له. تجي بتال، احنا راح نسالك كم سؤال اللي هن هذني الجايد مالتنا راح يحدد لنا انه انت شنو الشيء الامثل لك تبعا للميزانيه، عدد افراد عائلتك، شنو نمط حياتك، شلون تحب تعيش، شنو الجار اللي تحبه يكون بصفك. فهذني التفاصيل كلها راح نجي نختار لك المكان المثالي، والمكان اللي احنا نشوف هذا كله زين لك وانت راح ترتاح فيه، بلا ما ترجع لنا وهذا مو زين وما ارتاحيت وشيء، وما راح ناخذ منك ولا شيء. شلون؟ ديل ويا مجمع نفسيته. اوكي، بشرط انه الكوميشن مالتنا ما تنحط كاجور اضافيه على الزبون بسعر البيع، حتى يكون الموضوع شرعي حلال وحرام، هاي التفاصيل. فبلشنا بالموضوع، شفنا فكره عملاقه. الناس هنا موضوع العقار، اكو فكره بالجنوب على الناس اللي تشتغل بالعقار انهم دائما يفكرون بمصلحتهم اكثر من مصلحه الشخص اللي جاي يشتري. قلنا كل شيء نقدر نسوي احنا، يعني سوينا
طراقيع قبل بالفتره اللي فاتت، وبعنا شغلات ما تنباع وشغلات زينه هي مو زينه، بس بنفس الوقت كانت صعبه انها تنباع. فهسه جاي نفكر انه نسوي شيء، نسوي ثوره بمجال العقارات ومجال البيع مالت المجمعات السكنيه. بس هاي الثوره كلش ايجابيه، راح تساعد الناس هواي، وتنقل هذا الموضوع نقله نوعيه. هم مكان ما انت تفتر ماخذ عائلتك وعلى 50 60 مركز مبيعات مجمع سكني وكل واحد يحكي لك شكل، تجي يمنا تقعد تلقى المجمعات هذين كلهم موجودات، وما راح ندوخك، وراح نحاول نحصل لك من المجمع احسن ديل، وانت مرتاح والمجمع مرتاح، لان ما راح يجونا هواي زبائن وما راح يصرفوا هواي موظفين مبيعات. فاحنا بالتالي فد نقطه بالنص جاي تساعد هذول الطرفين وتاخذ شيء قليل. حلو، كلش حلو. زين الفكرة مالتها. كتال تال لو تال؟ تال. تال. اذا تال يعني مر بالكردي. صدق؟ والله اي اللام يصير ثقيله شويه. يعني هسه انتم من مسابح بيع المواد، المسابح والمضخات. هو احنا بنفس الوقت من كنا نبيع المواد، اي احنا اصلا نشتغلهن نبنيهن من الصفر، تبنيهن، بعدين سويت تطبيق. فالنوبه وصلنا انه المبيعات كان معتمدين عليهن هواي حتى نسد مصاريفنا واجورنا. إيه. النوبه سوينا التطبيق، بعنا بيه، مشينا إيه. بيه. النوبه صارت الموضوع انه الاسعار صعدت، صار الموضوع مبيعات اي ما يجيب نتيجه، فقلنا خلاص سوي المبيعات خلينا نشتغل بس تنفيذ، يعني فلوس بالتنفيذ احسن، احنا نقدر نسوي شيء زين ونعرفنا بها زين هنا بالبصره وبجنوب العراق. حلو. بس دخلتوا على غير فرع. هذا بقى، هذا بقى بس هذا دخلتوا على بقى عقار. وبقى ماشي بشكل زين ويموت حلو. الحدث. احنا جاي ننافس بالبصره لان ماكو احد اصلا يقدر يشتغل بالطريقه اللي جاي نشتغل بيها. نعم. اشتغلنا مشاريع كبار، سوينا به نجاح زين، والناس حبتنا لان كنا دائما ننصح. يعني كنت دائما مثلا اوصل الولد انه مو مهم نبيع لان جاي نطلع فلوس زينه. فاكو مرات تجي شغله اذا تحس الزبون متردد او شو اسمه نصحى، اذا القطعه ما تفيده لا تقنع بيها احسن. يعني لان تصير عندك انت تالي قناعه انه يصير البيع، اكو انتماء لك من الزبون. احتمال الزبون يقول للغير واحد. فكره البياع الشاطر هو مو اللي يحكي هواي ولا اللي يقنع الشخص بشيء. كموظف مبيعات انت وظيفتك انه تربط هذا الزبون بهاي السلعه او الخدمه، بس تكون تصير هي مناسبه له. ليش؟ لانه انت تعرف احسن من عنده بهذا المجال. يعني مثلا انا جاي ابيع فواكه، تجي انت تسالني مثلا ياهو احسن برتقال، المصري العراقي السوري، فانت ما لازم تروح على الفاكهه اللي بيها اكثر ربحيه بالنسبه لك، جايبها بسعر رخيص وتبيعها بسعر غالي. انت اختار له احسن جوده، وخليه يكون عندك يقين من جوا وايمان انه الله سبحانه وتعالى يبا حدا راح تنجح انت. شلون تنجح؟ لا تدخل الله هو يرتب الموضوع يعني كله صراحه. صحيح. فمن نفذنا هاي الاستراتيجيه بالشغل اللي فات، قلنا خلينا نجي هسه نسقط على هذا الشغل. وهذا الشغل اهم وبقيمه حقيقيه للناس، يعني الموضوع مرتبط بسكن عائله كامله، يعني بيت العمر. تتخيل واحد يجيك هو مثلا زوجته واطفال اثنين وياهم، هذا المشهد بحد ذاته يحفزك انه تسوي شيء زين. والبصره صغيره راح يتلاقون وياك اول تالي بالشارع بالسوق، اذا مسوي لهم شيء مو زين يعني تتاذى. زين. نرجع للتطبيق بس. وبعدين اريد تال يبقى هو كمركز مبيعات وهاي، لو ببالك تسوي تطبيق لو لا؟ عوف من التطبيقات. زين نرجع لمكفول. إيه. حاليا وين راح يكون؟ موجود باب ستور وموجود بالجوجل بلاي. وين وصل يعني هو وياكم؟ يعني وياكم لو هو ويانا صارت اكو فكره انه نسوي بيه بداخله شوبات صغيره مالت الناس اللي يشتغلون بهذا المجال. اوكي، بس ما حسيت ان الفكره راح تكون خدميه للناس ولا بيها ربح زين. يعني اكيد لازم تفكر بالربح همينه. هن اثنينات، اذا حققت الخدمه للناس، اذا حليت مشكله فانت راح تجيك اكيد. ربح. فما حسيت ما راح اسوي شيء. ليش؟ لانه احنا ورا ما سوينا التطبيق طلعوا هواي شباب ورانا سووا. نعم. واحنا صراحه نشوف شيء كل زين، بس لو ساليني لو ساليني كان سولفت لكم يعني. صارت اكو هواي تطبيقات بنفس الفكره ورانا اجوا. اعيد المثال من ساعه سولفت لك، قلت لك الموضوع بالتحديد شلون ايام المدرسه لما انت مثلا صف سادس واخوانك الصغار صف اول وثاني، فانت تعبر الشارع ماطره تدوس بالطين،
فهم ما يدرون عبالهم انه ليه انت اخو من كبير ودس بالطين معنى هذا الشيء صحيح، فراح يدوسون وراك بالطين. فالولد داسه ورانا بالطين يعني. اوكي هو شيء زين يعني مو زين، بس انه يحتاج بعد. يعني احنا سوينا الفكره، هي كانت فكره بدائيه. من المفترض انه حال البحوث العلميه كل دول العالم لما يجي شخص يوصل مرحله بالبحث العلمي اخر الشخص اللي وراه يكمل من ما بلش. فعلا. فاحنا ليش نرجع نكرر نفس التجربه الاولى؟ اوكي احنا كلش نساعد اي واحد يجي مثلا يتواصل بخصوص التطبيق، انا مستعد اسولف له 10 ساعات وياه ابقى بالتليفون واسولف له شنو اللي ينجح شنو اللي ما ينجح، شلون ممكن يصير احسن من عندي. يعني هو بالتالي انا كلش يعني ارتاح لما اشوف مثلا شباب ناجحين مجالات معينه، تطبيق صفحه فاتح شغل حقيقي، شغل مو نصب، شغل يقدم قيمه للناس. فهي شغلات صراحه تفرحني، لان انت تالي راح يجي يوم تقعد ببودكاست ويا استاذ هيمن راح اسولف تقول انا ساعدت فلان. هي هاي النشوه مالتها هي هاي فعلا. بس هاي فعلا. يعني اللي افتهمته بانه مكفول حاليا ما مركزين عليه ما هواي، مركزين عليه، وتخلون فد خطه مستقبليه اما اما يعني ما جاي يدخل فلوس وما جاي يحل مشكله، المشكله انحلت حلوها ناس غيرنا يمكن احسن من عندنا، فخلاص. نصيحه للشباب اللي يحبون يدخلون مجال التطبيقات، بما انه انت دخلت مجال التطبيقات لكن من غير باب، من باب انه انت تريد تطور البزنس مالك، لكن اكو شباب يحبون لا هو يصير البزنس ماله التطبيق، ايش تنصحهم مثلا؟ فكره التطبيق كبزنس لا تفكر بها الا اذا كانت الفكره مالتك راح تقدم قيمه حقيقيه للمجتمع، او ان انت عندك هواي فلوس بحيث اي فكره تطبيق تسويها تصرف عليها تصير زين. يعني التطبيق بحد ذاته هو شيء مكلف، والماركتينج مالته كلش مكلف، وحتى تسوي هويه وشغل وناس موظفين ودعم وتصليح وهالتفاصيل كلها يحتاج لك كم فلوس. فاذا كانت فكرتك مو كل زينه مكرره ومستهلكه، كنصيحه بتاعي سوي لك اي شيء ثاني بالدنيا، اخذ امك وابوك العمره جد يعني، او ما ادري يعني سوي لك شيء. بس اكو مشكله بانه كل شخص من يفكر بتطبيق يقول انا التطبيق مالي خلاص هو هذا شلون قنعه؟ يعني شوف دائما لازم تقعد ويا ناس ينتقدوك يهزئونك كون فكره المشروع مالتك، اذا قدرت تدافع عن مشروعك يم هذولي انت خلاص راح تصير بطل. حلو. اذا ما قدرت فانت من هسه انسحب. فهو لازم يسرج هواي، يعني مثلا دورنا احنا كل شيء هواي قبل لا نسوي تطبيق بالعراق. خلينا نسولف، لان من تطلع برا العراق من تحط اول خطوه برا راح تلقى دنيا ثانيه مختلفه، راح تلقى انه انت بالعراق متاخر على هواي اشياء، بسوق التطبيقات، بسوق المشاريع. يعني مثلا هذاك اليوم بالصدفه عرفنا معلومه انه الناس اللي عندهم بيجات تجاريه ويبيعون بها شغلات ببريطانيا عادي يسجلون بغرفه تجاره كمشروع، والمحق تعاملات مصرفيه واشياء واضحه. فهذا المجال هناك ماشي، انت هنا بعدك جديد ودخلت لك تفاصيل. يعني اغلبيه الناس اللي دخلوا التطبيقات اللي نجحت هم تطبيقات اصلا جايه من برا. اعتقد ماكو ما بيهن واحد، يمكن واحد او اثنين من التطبيقات اللي مليرت هم اصلهم من العراق. فحتى تجي تنافس بهذا السوق اللي بيه كميه فلوس مرعبه، يعني الميزانيه اللي تريد تصرفها على التطبيق تعيشك لاخر يوم بحياتك برفاهيه. فاذا مستعد لهيك مخاطره فوت، واذا مدور ومشيك وتحس انه فكرتك هي الفكره اللي راح تخلي مارك ابو فيسبوك يعزل ويجي او يخابرك يقول لك بالله يخابرك فدوه ارد اشاركك اي فيديو دم ريار ابو علاوي ارد اشاركك فوت. اي بس انا ما زلت متيقن انه بعد في اكو افكار، وهسه الموضوع صار اسهل ورا ما دخل الاي اي كلش بشده بكل تفاصيل حياتنا، صار يعني فعلا طول بعرض. فتقدر السيرش بالسابق انا متاكد انه انت قبل كنت تسوي سيرش على تفاصيل معينه كنا نتعب صح، حتى ندور على اصغر معلومه، فعلا كنا نتعب. يعني فعلا. مرحله ما قبل الانترنت من تروح تدور بمكتبه هاي والله جهد يراد لك شو اسمه قوه عضليه قوي عضليه تلعب حديد لازم تصعد فوق تفتح كتاب تشيك مصدر. ورا ما دخل الانترنت انه بسهل الموضوع، بس هو سهل هو مو سهل. يعني احنا من جينا هم كان لازم تروح تدور مصادر وتشيك وتسرج. اجى الاي اي قلب الدنيا، غير المقاييس كلها، صار السيرش اسهل حتى تلقى معلومه اسهل، حتى تطلع فكره اسهل.
بس اعرف شلون تستخدمها بشكل صحيح، اعرف شلون تدور على فكره راح تكون متناسقه ويا المعايير الاجتماعيه اللي موجوده، ويا القيم مالتنا، يكون الشيء اللي يطلع فكره التطبيق ضروري. ما تخرق عاداتنا وتقاليدنا، يكون ما مو فكره يعني مسلوخه عن واقع مجتمعنا. يكون المشروع اللي تبلش بيه او الفيديو اللي تصوره تسولف على مشروعك عادي ينعرض قدام امك وابوك زوجتك ابنك، وما راح تنحرج من هذا الشيء. هذا فد معيار انا مخليه كلش مهم عندي. اي شيء اصوره اقول هذا اذا انعرض على عائلتي وانا قاعد وياهم راح استحي او راح اتعامل وياه طبيعي. هاي نصيحه لصناع المحتوى. صناع المحتوى اللي هم مبلشين بزنس اي. او ابو بزنس بلش صناعه محتوى يعني. فهذا الموضوع كلش مهم. اذا هذا قدرت تراوي لاهلك بدون ما تستحي، بدون ما قصتك تظل الصب، يعني اذا انت على الطريق الصحيح. بس طيب. اللي جاي يصير نحسه كلش مو احنا اللي جاي يصير يعني. اكو شغله احب انوه عليها الشباب همين، وحضرتك كمان اذا تحب تشاركني الراي. التطبيقات اللي مثلا الشاب يريد يسوي تطبيق ويضحك على الناس، ينصب نصب واحتيال، يعني هاي صارت مشكله صراحه. يعني يفكر يسوي تطبيق ياخذ فلوس من الناس وراها، يعزل التطبيق ويطلع، وصارت عرفت. اي واكثر من مره. فهاي كلش انا كلش انغث بيها صراحه، يعني ياثر على سوق التطبيقات. يأثر على السوق، بس بنفس الوقت احنا سولفنا قلت لك بالبدايه احنا نعتبر متاخرين بهذا المجال بشكل مو طبيعي. يعني مثلا ملكيه فكريه لحد الان احنا ما عندنا. اي هاي مشكله عادي هسه اي شيء يجي واحد يسوي، يعني تسوي لك مطعم اسمه اكس ينجح، يجي بصفك واحد يسوي مطعم اكس وان، بس يضيف وان صغير والوان جوا ما تبين. إيه. ما موجوده. امان اقتصادي لحد الان احنا ما عندنا. فهذني الشغلتين اذا ما نوجدن بمكان بصعوبه تصير حمايه لابو البزنس وللمستهلك. اوكي صح. فنرجع للنقطه قلنا كون تسوي شيء ما يسلخك من عاداتك وثقافتك وما يخليك تستحي لما ينعرض على اهلك يعني. ففكره تطبيقات النصب والاحتيال هي يعني انا ما اعتقد انه بالعراق كان اكو هيك شيء، كانت اكو هيك قابليه للناس انه تضحك وتنصب على اي واحد. يعني كنا نستحي مثلا انه نسوي فد هيك شيء، انه ناخذ فلوس من واحد وما نرجع له او نضحك عليه. والشخص اللي كان يسوي هيك شيء عندنا كان يسمى قفاص. صح. ما حد يحاكي وينبذ. اي يصير منبوذ. جاي يسولف على البصره، يجوز من يروح يريد يخطب ما ينطوه. يسولفون او فلان اخوه قفاص، فلان ابن قفاص. ياثر حتى على عائلته. صح. يجون على اخته ممكن يقولون اخوه قفاص. سمعه هاي عندنا كلش مو زينه. انا جاي احكي على جنوب العراق على البصره بيئتي. فالشخص اللي يوصل هيك مرحله يقدر يصير قفاص على مستوى العراق، ما ادري يعني شنو القابليه اللي موجوده عندك اللي وصلتك انه تضحك على كذا مليون شخص فلوسهم جايبيها بتعب، محترق دمهم عليها وخلاص خذ الفلوس واختفي. طيب دخلنا على موضوع التوعيه والمجتمع. اخر بارت حتى ما نطول هوايه اكثر ويا الشباب. التوعيه. احنا عندنا مشكله بالمجتمع، هي توعيه المجتمع للتطبيقات العراقيه. اكو هوايه ناس ما يثقون بالتطبيقات العراقيه او يستهزئون بالتطبيقات العراقيه. انتم كمكفول واجهتوا هاي المشكله او سويتوا حملات توعيه او تحديات كانت؟ شوف استاذي انت مرات السباحه عكس التيار متعبه. صح. فيحتاج لها عضلات. صح. يلا تقدر يعني توصل للنقطه اللي انت رايح لها. حقهم ما يثقون بالتطبيقات العراقيه. انا مع المستهلك والمجتمع العراقي مليار بالمية. ليش؟ لان اكو تجارب سيئه هواي. والتجارب السيئه بالبدايه اول ما ظهرت كانت بعناوين براقه، واحنا ناس جديد علينا الموضوع. احنا الدفع الالكتروني تو يلا صار عندنا. فحق المجتمع انه يوصل مرحله انه ما يثق بتطبيق عراقي، ما يثق بمنتج عراقي. ليش؟ لان الناس السيئين غلبوا الناس الجيدين واللي يحاولون يسوون شيء زين للمجتمع.
يحتاج لنا فتره طويله، يحتاج نقطع اشواط طويله يلا نوصل، يحتاج تضافر بين القطاع الخاص والحكومه حتى تشتغل على هذا الموضوع، تسوي اويرنس بيه وتبلش وتصرف وتدخل المجتمع بكل طبقاته. يلا بذيك الساعه راح تثق الناس ترجع من جديد. وبنفس الوقت يحتاج تكون اكو رقابه. فعلا. يعني مثلا انا سويت التطبيق ما حد يسالني، كنت اتمنى يجي احد يسالني يقول لي شنو هالتطبيقك، شنو راح تسوي، شنو الخدمه اللي راح تقدمها. فالموضوع يعني عليه علامه استفهام كبيره. ليش؟ اوكي يمكن كانت نيتنا زينه وسوينا شغلات زينه وبعنا، بس بنفس الوقت كان على الضفه الاخرى يوجد رجل سوف يقوم بالتقفيص. صح. فمشكله. وقفصوا واخذوا وايد كلش ومليارات اي فعلا. يعني. ولحد الان ما انحلت المشكله مالتهم ولا راح تنحل. ولا راح انا تنحل. اقول اي شيء تقني، اي مشاكل تقنيه بالعراق ما تنحل ورا 100 سنه، لان ما عندنا قوانين. بس على فكره قوانين تقنيه تحمي المستهلك. صح. بس هذا الموضوع نفسي جاي يصير بهواي دول ثانيه، حتى الدول هاي تصير المتقدمه، بس على تصير بنسبه الاقل قليله. قليله واكو قوانين. أي. واحد يقدر ياخذ له فد 10 سنوات بالقانون وياهم، بس هنا مم. المشكله المستهلك اصلا ما يعرف اذا اكو قانون يحمي شغلات السرقه التقنيه او الابتزاز. اكو قوانين بس احنا موجوده عندنا قوانين، لكن القوانين غير مطبقه. ليش؟ وما تواكب التطور. لانه احنا استاذي كبلد على كميه المشاكل اللي عانيناها، فالنقطه اللي هسه احنا واصلين بيها انا اعتبرها هاي نصر عظيم صراحه. يعني مقارنه بالظروف والاهوال والويلات اللي مرت، فاحنا هسه بمكان كل زين. وصلنا مرحله جاي نسولف التطبيقات بالعراق اللي احنا قبل كم سنه عندنا داعش وعندنا معارك والتمت علينا أسوأ بشريه من كل الكون، اجوا فجاه كل من يقتلوك. فتخيل احنا اليوم 2026 جاي نسولف التطبيقات بودكاست والوضعيه امان وحلو الجو مطر كنتوا على الكورنيش. فهذا بحد ذاته انا اعتبره نصر. لذلك احنا مو متاخرين، بس احنا مرت علينا ظروف وصلتنا هيك. ولا لو بدون هاي الاشياء كلها لا، عراق يعني جاي تشوف انت مع هالكم الهائل من الاشياء اللي حصلت، بس بعد البلد يعني مستمر انه جاي يتقدم. صح الخطوات بطيئه بس اكو. والدليل البصره اليوم مو نفس البصره قبل 5 سنين. فعلا. اكو فرق. عادي رحتوا للكورنيش صورتوا وسولفتوا ضحكتوا تونستوا، ما شفتوا فد شيء مسيء، ما حد اجى اساء مثلا، ما شفتوا فد مظهر ما عجبكم. وهذا الشيء اللي جاي نسولف عليه. احنا جاي يصير عندنا تقدم، بس التقدم بطيء، يحتاج وقت يلا، ويتاخر ممكن. اخر بارت ودائما اني اريد احكي بها ويا اصحاب التطبيقات اللي مم. هي الخدمه المجتمعيه او الاعمال الخيريه. مم. كتطبيق كتطبيق مكفول، او اسمح لي اقول لك حيدر. مم. هل كان عندكم اي فعاليات خيريه، نشاطات بالمجتمع تخدم المجتمع البصري او على مستوى العراق؟ لان صراحه الهدف من هذا السؤال اللي اركز عليه دائما، اكو ناس يسوون اعمال خيريه لكن ما يحب يصور او يوثق. بس هذا عنده شغلات سلبيه اللي هي اذا اكو غيرك يشوفك انت دا تسوي شيء خير، احتمال هو هم يندفع ويتحمس ويسوي، لكن اذا ما يشوف احتمال يصير برود بالموضوع. فانتم كمكفول وكحيدر اذا كان عندكم اعمال خيريه. اللي سويناه كان بطريقه شويه مختلفه عن اللي يسوونه الناس. يعني مثلا احنا نفضل انه المساعده ما تكون انه تجي وتنطي شاب ما بي شيء جسمه سليم تجي تنطي كاش وخلاص يروح يصرفها على مسواق. يعني ضد هذا الشيء. اللي سويناه نحن دخلنا شباب ما يعرفون باعمال البناء. اعمال بناء المسابح شويه تخصصيه وبيها فلوس زينه صراحه. اوكي. فاللي سوينا انه كنا نجيب كوادر كلش محترفه من الشمال، هواي تعاملنا ويا كوادر من الشمال، حلو، وندخل عليهم كوادر من البصره حتى يحتكون بيهم. فهذا من يحتك بيه راح يطلع بعد فتره تلقاه خلفه بطل زين، راح يقدر يدخل فلوس لعائلته ونفسه وحافظ كرامته بدون ما يجي حيدر او يجي يعني مع احترامات استاذ هيمن يمن عليه وينطيه ظرف ويصوره يعني هذا نفس اللي جاي يصير هسه. فاحنا عندنا ايمان انه نعلم الشخص صنعه او مهنه معينه، او اي احد يريد يجي يتعلم اي فقره من فقرات شغلنا، فاحنا ما عندنا مشكله نجيبه ونعلمه وكلش طبيعي، لان الرزق هواي. صح.
والله سبحانه وتعالى راح يرزق ويوسع ويرزق يكفيني ويكفيه ويكفي ألف واحد نفسنا، فعلا. فما راح يخلص. انا كلش ايد هذا الشيء اللي تعلم الصيد ولا تنطي خلينا نقول السمكه جاهزه السمكة مشويه لو ما قدر يستاهل. لا. اي فضروري جدا، يعني انا كل ما اروح مكان او كل منظمه اتعامل وياه او نشطاء مدنيين دائما اقول تنطي فلوس اوكي مره مرتين، بس علمه، خليه هو يشتغل، خليه يعتمد على، لان صارت مع الاسف الشديد اكو سنه وسمه هوايه سيئه. بالضبط، وصارت مهن. صح. صارت مهن. هذا يقول انا باليوم عندي 50,000 قاعد كل شيء ما عندي، اني وطفلي وخلاص. ايش قد شهريته يعني ذا 50؟ تخيل. ايش قد؟ اعرف ناس 3 ملايين؟ اذا 50,000 مليون ونص. 50 في 30 مليون ونص. جيد. تخيل اكو ناس والله يعني تجيني رسائل وتجيني منه ناس يوميته 100,000 150,000 يبيع الترافيك اصلا، يقول هذا الترافيك انا راح ابيعه اليوم 500. ستارت اب ناجح. نسوي وياهم بودكاست. نفتح لنا ترافيك نبيع لهم جدي. اي صدق يعني مع الاسف. اي مو احنا راح نرجع واقول لك البلد بمليارين مشكله، منها مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه، مشاكل اقتصاديه. فاحنا حاليا مع المساوئ اللي جاي نشوفها احنا باحسن حالات، لان بغير دول تعتبر متطوره بالنسبه للدنيا كلها، فعادي تفتر بالشارع تلقى ناس نايمين على الرصيف. فعلا. والحمد لله وبفضل الله هذا الشيء ما شفناه بالبصره، واذا تلقاه بحالات فرديه، ومتاكد ان تتصل على 911 راح يجون يعالجون المشكله. ممكن ممكن الناس نفسها اكو تكافل اجتماعي بيناتهم، يشيلوه ينطوه يودوه يرتبوا له امر. حلو. فهذا البلد يعني اللي احنا بي فد قيمه كبيره كلش. بس اتفق وياكم نقطه انه تعلمه مهنه، تنطي صنعه على قولتهم بتجل فيه، وتخليه هو يشق طريقه بنفسه. انا اشكرك هوايه. انا اشكرك. كلش استمتعت وياك وكلش كنت مرتاح بالمقابله، واكو معلومات هوايه انا اخذتها منك صراحه. انا سعيد بجيتكم. الله يحفظك. جبتوا المطر والجو الحلو البارد الله وياكم. يسلمك. الله يحفظك. واعتقد هاي اخر مطره بالشتاء، لان وراها راح يبلش عندنا الصيف. يمكم؟ اي السنه 365 يوم، احنا 355 صيف. 5 ايام عندنا. بلكت ان شاء الله تستمر، بلكت نتامل نطمح ان شاء الله. إن شاء شكرا الله. لك حبيبي استاذ، أيوة. حياك الله الله، يحفظك. نورت. الله يسلمك، الله يعزك.